ضمانات أمريكية للاتحاد الديمقراطي الكردي. تلقى رئيس الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم من أمريكا ضمانات سياسية بأن حزبه سيكون جزءا من مفاوضات السلام التي أطلقها المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا في جنيف. تركيا قد تتدخل في سوريا. قالت صحيفة اندبندنت أن وضع تركيا قواعدها الجوية إلى الدرجة البرتقالية، وذلك في حالة تأهب يدل إلى أنها تحضر للتدخل العسكري الكامل في سوريا. روسيا تفجيرات السيدة زينب محاولة لإفشال جنيف. اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن التفجيرات التي تربت منطقة السيدة زينب بريف دمشق أمس هي محاولة لإفشال الحوار السوري في جنيف. المعارضة السورية تنتظر الرد من النظام السوري. قال سالم المسلط المتحدث باسم المعارضة السورية إن وفد المعارضة إلى محادثات السلام في جنيف ينتظر رد مندوبي النظام السوري على اقتراح للأمم المتحدة بخصوص خطوات إنسانية لإنهاء المعاناة في سوريا. في ألمانيا خوفا من تحرش جديد. بعد واقعة تحرش كولونيا الألمانية ليلة رأس السنة، شرعت المدينة تعزز انتشار قوات الأمن استعدادا للكرنفال السنوي الشهير بيوم كرنفال المرأة بانتشار أكثر من 2000 شرطي، وهو ما يعد ضعف العدد أثناء كرنفال العام الفائت.